أكد أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات لاعب نادي الأهلي المصري لكرة القدم أنه وموكله ينتظران عودة الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز من المغرب لإجراء الصلح بين الطرفين. وقال محامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: محمد الشيبي يوجد حاليا في المغرب، وعندما يعود سنبدأ الإجراءات القانونية لإتمام الصلح، رغم أنه تم بالفعل أمام الجميع، ولكن تبقى الإجراءات ضرورية. وأضاف المتحدث نفسه حسين الشحات: تصالح مع الشيبي وقدم الاعتذار للمرة الخامسة، وأعتقد أنه سينهي إجراءات الصلح عقب عودة الشيبي من المغرب بدون مشاكل، وفي النهاية جميع اللاعبين هم أصدقاء خارج الملعب. وتصالح حسين الشحات مع محمد الشيبي خلال حفل دير كيست لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري المصري بتدخل من محمد الشحات شقيق ووكيل أعمال لاعب النادي الأهلي. جدير بالذكر أن محمد الشيبي يوجد حاليا بالمغرب مستفيدا من فترة الراحة التي منحها إياه فريقه خلال التوقف الدولي الحالي.